وتشتغل تساعدها، بس نيسان بترفض وبتقولها تهتم بدراستها وما تشغلش بالها بالفلوس. في اليوم اللي بعده نيسان بتفتح تليفونها وتتفاجئ إن في فيديو ليها وهي بتغني الليلة اللي فاتت، والفيديو ده منتشر جدا على السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه. فرحتها ما بتتوصفش، كانت مبسوطة جدا إن أخيرا صوتها وصل للناس. لكن الفرحة ما بتكملش، بيجي لها اتصال من الجامعة، وهناك بتتصدم لما تعرف إن مصاريف الجامعة لسه ما اتدفعتش. بتسأل أختها عفراء بغضب: إزاي يا عفراء؟ مش أنا اديتك الفلوس؟ عفراء ترد بحزن وتقولها إنها اشترت لبس جديد لأن هدومها القديمة مبهدلة ومكسوفة تروح الجامعة بيها. نيسان بتحضنها وبتحاول تطمنها وتقولها ما تزعلش وإنها هتتصرف وتدفع المصاريف بنفسها. في الناحية تانية بنشوف أشرف وجدال وفاروق ومسلم بيجهزوا نفسهم وبينزلوا يفطروا. هناك بتستقبلهم حفيظة اللي دايما بتخدمهم وبتجهز لهم الأكل. بعد ما يخلصوا فطار بيركبوا عربياتهم وبيتحركوا لمكان بعيد بره المدينة. في الطريق مسلم بيقتل واحد من السواقين اللي معاهم بعد ما يكتشفوا إنه خاين، وبيبلغ الشرطة عن تحركاتهم، وبعدها بيكملوا